السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عرفش الواحد واش في الحلم ولا في الحقيقة، وأخيرا المنتخب الوطني المغربي تيتأهل إلى ربع نهائي، ماشي كأس إفريقيا، ربع نهائي كأس العالم المربع الذهبي. الواحد مثلاش تعرف راسو واش تيحلم ولا في الحقيقة. وليد الركراكي المدرب راس لافوكا تيصنع التاريخ. كنا قلنا انه صنع التاريخ في الماتش اللي فات، وهذا الماتش ما عرفناش واش على التاريخ نيت ولا شي حاجه اخرى. المنتخب الوطني المغربي تيرفع الراس ديال العرب وديال الافارقه جميعا، وكان رقم صعب في هذا كاس العالم قطر 2022، وكانت مسانده جماهيريه كبيره في التيران وفي القهاوي وفي المغرب العربي كامل والافريقي كامل. المنتخب الوطني المغربي تغلب على البرتغال بهدف واحد دون رد في الدقيقه على ما اظن 35 34، ما بقيتش عاقل بالضبط، حقاش يلاه جيت من القهوه وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو ونشارك الفرحه. يعني انا باقي ما تيق صراحه واش هادشي صحيح ولا ما صحيح. في اول مره في التاريخ ديال كاس العالم شي دوله افريقيه ولا عربيه، وما عنديش تاكيد واش اسيويه، عمرها طالعه للمربع الذهبي. بعدا افريقيه وعربيه معمر شي فرقه افريقيه ولا عربيه طلعت للمربع الذهبي بعد ما تغلبنا على البرتغال. هل الماتش ديال اليوم كان مختلف على الماتش ديال اسبانيا؟ كما شفنا في الماتش ديال اسبانيا اللعابه ديال المغرب رجعوا اللور، كانوا كل المنافذ مسدوده وكان الواحد تيتفرج ومرتاح واحد شويه. اليوم ما كانش الراحه، يعني الشوط الثاني كامل مني تسجل البيت، الحمد لله ان البيت تسجل في اخر ديال الشوط الاول اللي اعطى المنتخب الوطني المغربي واحد المتنفس ما بين الشوطين. ولكن في الشوط الاول في الشوط الثاني كان الكل للمنتخب البرتغالي. عقب كريستيانو رونالدو ودخل في الدقيقه على ما اظن 55 ولا 60 كما قلت لكم. يلاه جيت من القهوه بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، باقي ما شفت حاجه، باقي دايخ، باقي ما متيقش راسي كيما المغاربه كاملين خرجوا للشوارع، دراري صغار عيالات كبار صغار. يعني خليت الروينه في المدينه وغادر انا لحت واحد الفيديو الا بغيتي تشوفوه في مدينه سوق السبت اللي مدينه صغيره، وما بالك بالمدن الكبار مثل الدار البيضاء والرباط. فرحه هستيريه، تنظن ان الجماهير المغربيه فرحانه بزاف وتنشكروا وليد الركراكي على هذه الفرحه اللي قدمها للمغاربه، وتنشكروا جميع اللاعبين وجميع الناس الصاهرين على هذا التأهل التاريخي إلى ربع النهائي. غادي يكون اما غادي نتلاقاو مع فرنسا ولا انجلترا، غادي يلعبوا مع 8 ديال العشيه. والفرقه اللي كانت حنا ما تيهمناش، يعني المنتخب المغربي كتب التاريخ بالتأهل للمربع الذهبي ديال كاس العالم. يعني اللي ما متيقش راسو ايها سيدي عتيق، المنتخب الوطني المغربي يتأهل رسميا الى مربع الذهبي لكأس العالم. يعني المنتخب الوطني غادي يتعب الفروق الافريقيه والفروق العربيه، وتنظن حتى الفروق الاسيويه غادي يتعبهم بزاف، لانه هذا انجاز كبير بزاف. وكما تنقول لكم انا صراحه باقي ما متيقش، والله العظيم باقي ما متيقش، وتنهضر معكم دابا بالقلب وبغيت نتشارك معكم هذه الفرحه ديال تاهل المنتخب الوطني المغربي. وتنتمنى انكم تدعموني بلايك وبالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. تنديروا التحليل ديال المباريات والاخبار اول باول على المنتخب الوطني المغربي. وشكرا.